تحت أحجار معبد الكرنك في حاجة ممنوعة، مش ذهب ولا تماثيل، ده شيء حير كل العلماء. اللي دخل هنا رجع ميت، واللي حاول يكلمنا عنه اختفى للأبد. وفي ناس بتقول ان الممر ده بيتحرك لوحده، وفي ناس بتسمع صراخ جوه الحيطان، بس الحقيقة اخطر بكتير. تخيل انك تلاقي نفسك فجأة وبدون اي مقدمات قدام باب من حجر ومكتوب عليه بالدم ممنوع الاقتراب، والباب بيفتح لوحده، واللي جوه مش هتصدقه. اول ضحية كانت عالمة آثار مشهورة، وتلاقى جثتها ناشفة زي الحجر، زي المومياوات الفرعونية بالظبط. وده بعد قد ايه؟ بعد ساعتين بس من موتها. واللي بيحصل جوه اخطر بكتير. ويا ترى ايه سر الكتاب الاسود اللي اتلقى مع الجثة، واللي كل صفحة فيه بتتحرق لوحدها؟ على فكرة كل اللي انا حكيته ده مش فيلم رعب، لا، دي حاجات حصلت فعلا، ومفيش حد عارف ايه اللي بيستنيك جوه لو دخلت هناك. واول حاجة هنبدأ نتكلم عنها في حلقة النهاردة هي البداية الغامضة في مكان تحت معبد الكرنك. المكان ده ممنوع، مكان لو اي حد عرف سره ممكن حرفيا يموت من الرعب. مش حكاية خرافية ولا فيلم، دي حاجات حقيقية فعلا. في ممر سري مدفون تحت من آلاف السنين، محدش عارف ايه اللي جواه، واللي دخلوا هناك بيسمعوا اصوات حرفيا مش بشرية، واصوات بتقول كلام محدش فهمه لحد النهاردة. ودلوقتي هنتكلم عن الاكتشاف الاول. سنة 1985 مجموعة من الباحثين الاجانب كانوا بيدرسوا الحيطان بتاعة المعبد، ولما حطوا ايديهم على حجر غريب الارض اتفتحت قدامهم، والممر ظهر فجأة وكأنه كان مستنيهم. اول واحد نزل قال انه شاف نور ازرق من جوه، وبعديها محدش سمع عنه تاني. والباقيين حاولوا يهربوا، بس كأن في حاجة جواهم، الحاجة دي خلتهم يرجعوا يدخلوا جوه الممر تاني. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن جثة الغريب. بعد 3 ايام من الاختفاء لقوا جثة واحد منهم قدام المعبد. الجثة دي كانت سليمة بس مش طبيعية، العينين كانوا مفتوحين وكأنه شاف حاجة نشفت دمه من الخوف، وايديه ماسكة حجر عليه رسومات غريبة. واللي خلاهم حرفيا يقعوا من الرعب ان الجثة كانت ناشفة بالكامل زي مومياوات المصريين القدماء بالظبط، مع انه مات من يومين بس. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن اللعنة القديمة. العلماء قالوا ان ده ممكن يكون تحنيط طبيعي، بس الكهنة واللي عايشين هناك قالوا ان دي حاجة تانية. قالوا ان دي لعنة الفراعنة السود اللي بيحرسوا المكان. وفي نصوص قديمة بتتكلم عن ممر اسمه ممر الآلهة الغاضبة اللي بتاكل اي حد يدخل المكان ده. والاغرب ان في ناس بتقول ان هم شافوا ظلال بتتحرك جوه المعبد بالليل. الظلال دي شكلها مش آدمي ابدا. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن الكنز الممنوع. الاسطورة بتقول ان جوه الممر ده في كنز، مش ذهب ولا مجوهرات، لكن حاجة اغلى بكتير، حاجة الفراعنة كانوا بيخافوا منها وكانوا بيحرسوها بدم البشر. وفي ناس حاولوا يسرقوها زمان، لكنهم كلهم اتلاقوا اموات، واجسامهم كانت مليانة رموز غريبة ومكتوبة بالدم. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن اول تجربة مرعبة. في سنة 2010 واحد مغامر مصري قرر انه يدخل الممر ده بعد ما جمع كل المعلومات السرية عن الممر، وقال انه عرف ان الممر ده بيتحرك، وان جدرانه بتتغير، وان في صوت بنت بيجي من جوه والبنت بتبكي. بس يوم ما دخل سمعوا صوته وهو بيهتف: خرجوني، ده مش مكان، ده جحيم. وبعدها اتقطع كل شيء. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن المعلومات المخفية. اللي يعرفوا قليلين جدا ان الممر ده حرفيا هو مش قديم خالص، لا، ده اقدم بكتير. وفي رسومات على الحيطان بتوصف كائنات هي مش بشر في الاصل، هي كائنات طويلة جدا وملهاش عينين وحرفيا بتاكل الضوء. وفي ناس بتقول ان الفراعنة كانوا بيعبدوا الكائنات دي، وان هم اللي بنوا الممر ده في الاساس. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن السر الخطير.
في عالم آثار مشهور حاول يكتشف السر للمكان ده، بس وقف فجأة وقال محدش يفكر مجرد تفكير ان هو يدخل هنا تاني، المكان ده ملعون. وبعديها بأسبوع انتحر. ولما قرأوا مذكراته لقوا سطر واحد مكتوب عليه: هم عارفين اني عرفت وهم جايين ينتقموا مني. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن الحقيقة المرعبة. في ناس بتزعم وبتعتقد ان هي دخلت الممر وخرجت، بس كلهم بيتكلموا عن حاجة واحدة بس، ان جوه الممر ده في عالم تاني مش تبعنا. والاغرب ان في مجموعة منهم بترجع مش زي ما دخلت ابدا، بتبقى في حاجة غريبة، حاجة بتخلي حتى اهلهم ما يقدروش يتعرفوا عليهم. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن لغز الممر. علماء الآثار من سنين طويلة جدا وهم بيتكلموا عن حاجة غريبة، ان معبد الكرنك مش مجرد مبنى معمول فوق الارض وبس، لا، ده تحته شبكة معقدة جدا من الممرات اللي لحد النهاردة مش كلها مكتشفة. وفي بعض النقوش والبرديات بتلمح ان في مجموعة او ممر للنور ومكان مقدس بيمثل رحلة الكاهن من عالم البشر لعالم الآلهة. وبعض الباحثين بيقولوا ان الممر ده كان معمول مخصوص عشان طقوس سرية للكهنة محدش من عامة الشعب يقدر يشوفها او يعرف تفاصيلها. يعني الممر ده مش مجرد نفق معماري، ده رمز للعالم الخفي اللي مش مسموح غير لقلة قليلة بس من الكهنة والملوك ان هم يدخلوا فيه. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن الممر كرمز للانتقال بين العوالم. لو ركزنا في الفكر المصري القديم هنلاقي ان فكرة الانتقال بين العالمين كانت من اهم العقائد عندهم. الممر اللي تحت معبد الكرنك ممكن يكون تجسيد للفكرة دي. الكاهن وهو ماشي في النفق كان بيمثل رحلة روحية، يسيب النور اللي فوق ويمشي في الضلمة وبعدين يوصل لمكان فيه شعاع نور او حاجة اقدس من كده وهو قدس الاقداس. المشهد ده بيجسد فكرة الموت والبعث من جديد. يعني ببساطة الممر مش مجرد مبنى، ده كان طقس مش بيتكرر عشان يحسوا انهم عايشين تجربة الهية فعلية. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن اسرار مفقودة تحت الارض. الكرنك من اكبر المعابد مش في مصر بس، لا، ده في العالم كله تقريبا. مساحة المعبد نفسه بتغطي اكتر من 2 كيلو متر مربع. ومع الحجم العملاق ده طبيعي يكون في اماكن لسه محدش قدر يوصلها من فترة. وفي بعثات استكشافية حاولت تستخدم اجهزة مسح ارضي عشان يعرفوا ايه اللي موجود تحت صخور معبد الكرنك. والنتيجة كانت اشارات غريبة لممرات وكتل حجرية مرصوصة فوق بعضها كأنها بتكون طريق سري. وبعض الاشارات دي بتأكد وجود ممر بيمتد بطول مئات الامتار تحت المعبد الرئيسي. بس لحد دلوقتي مفيش اي بعثة اعلنت اي اكتشاف رسمي، وده بيخلي الغموض يزداد اكتر. ودلوقتي بقى هنتكلم عن التحذير الاخير. في ناس بتحاول تدخل الممر ده لحد النهاردة، بس كل التجارب فشلت وكل اللي بيخش مش بيرجع تاني. وفي ناس بتقول انه بيختفي وبيظهر، بس الحقيقة الوحيدة ان اي حد بيقرب منه بيبدأ يحس ان في حاجة ماشية وراه. الحاجة دي مش بشر ابدا. ودلوقتي بقى لو عايز تكمل معانا رحلة اسرار الفراعنة وتعرف كل الجديد، دوس اشتراك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديو جديد اول ما ينزل. وما تنساش تعمل لايك وشير مع اصحابك وخليهم يدخلوا معانا عالم الغموض.